دلوقتي انا موجود في ميونخ وهروح اكل كشري مصري من مطعم مصري موجود هنا في ميونخ. طبعا هسيب لكم العنوان بتاعه، بس اول حاجه هبتدي بيها هعملها اللي انا هروح اكل الكشري من المطعم المصري. هاخدكم معايا وهنروح نشوف التجربه الجميله دي هتكون عامله ازاي، وبعد كده هاخدكم وهننزل بقى المدينه واوريكم حاجات جميله جدا ونشوف الناس بيقضوا اليوم يا ترى هنا ازاي، ونشوف حاجات كتيره هنشوفها سوا مع بعض. فخليكم معانا ويلا بينا. دلوقتي انا وصلت محل الكشري اللي احنا هناكل منه النهارده، موجود ورايا اهو، اسمه اهل كايرو. تعالوا نخش سوا دلوقتي وناكل سوا. تعالوا بقى دلوقتي افرجكم على المكان عامل ازاي واوريكم لو انتوا عايزين تيجوا هنا تيجوا ازاي وتعملوا ايه. هنلاقي المكان كله بقى موجود صور للتراث المصري وللممثلين وللفن المصري الجميل. احلى حاجه في المكان النظافه بتاعته، المكان زي ما انتم شايفين نظيف جدا. تفاصيل جميله جدا، تحس ان انت قاعد كده في مصر في وسط البلد مثلا. حبيبي عمر اداني شويه رز بلبن. المكان كمان مكيف وفيه ترابيزه جميله اهي خاصه لو قابل جايين. عندهم كمان يا شباب مشاريب مصريه، في فدا مصري وفيروز اناناس كمان. كده انا خلاص كلت الحمد لله. دلوقتي تعالوا خدكم وننزل بقى المدينه نتمشى ونشوف هنشوف ايه هناك. طول ما احنا ماشيين يا شباب هيقابلنا مناظر جميله زي المبنى اللي هناك ده كده. هو المكان ده واخد الناصيه دي كده، الناصيه دي والناصيه دي، وهو موجود في النص. هاخدكم دلوقتي وهروح على مكان الناس بتتزلج فيه على الميه، بيعملوا سيرفنج يعني. تعالوا نروح نشوف دلوقتي الموضوع ده بيبقى ماشي ازاي بالظبط. والمكان اللي انا رايح له ده الناس بتجيله من جميع انحاء المانيا علشان تعمل النشاط الرياضي ده، وبيبقى دايما في تجمعات ناس كتيره بتتفرج على اللي بيحصل، وفي ناس بتتصور، وفي ناس بتصور اللي بيتعمل وبتشاركوا، في ناس بتبقى جايه تشارك في الرياضه دي، وفي ناس تانية بتبقى جايه تقضي يومها بشكل عادي زي كده مثلا. انا هاخدكم واوريكم كل الكلام ده والتفاصيل دي. دلوقتي انا في طريقي للمكان، موجود اهو طريق المفروض هخلص البارك اللي انا فيه ده هكون وصلت للمكان. طول ما احنا ماشيين بقى هنلاقي ناس ماشيه بالعجل، هنلاقي ناس طالعه بالاطفال بتاعتها بتتمشى. خصوصا الجو هنا في المانيا لما بيبقى حلو الناس بتحب تستغل الفرصه دي جدا، فتلاقيهم دايما خدوا بعضهم ونزلوا يروحوا اي مكان، ينزلوا يتمشوا، ينزلوا يعملوا رياضه. دايما الجو الحلو والشمس لما بتكون طالعه بتشجع الناس اللي هي تعمل نشاطات وفعاليات. وانت في طريقك لهناك بتبقى ماشي وسط البارك اللي انا فيه ده كده، تبقى مستمتع بالمناظر اللي انت عمال تشوفها حواليك. هنلاقي بقى الناس جايه تقعد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، جايبين العجل بتاعهم وجايين يقعدوا مثلا يقروا، يستمتعوا بالاجواء الجميله دي. كل البارك بقى اللي احنا ماشيين فيه بقالنا شويه ده اسمها الانجليش جاردن او الحديقه الانجليزيه. دي عباره عن حديقه مساحتها عملاقه مهوله. ونخش بقى نشوف النشاط اللي شغال ده هيكون عامل ازاي، لان انا قربت وخلاص على وصول وداخل دلوقتي. انا وصلت، لازم اعدي كده ما بين الاشجار دي، بس خلاص انا على وصول. هوريكم دلوقتي اللي انا شايفه قدامي. اوه، اتفرجوا على المنظر الاول وبعد كده اخدكم دلوقتي اشرح لكم المكان ده عباره عن ايه والنشاط ده بيتعمل ازاي. شايفين الناس فوق الكوبري واقفه عامله ازاي؟ العدد قد ايه اللي بيتفرج؟ صوتي والكاتش ماي ليج اور سامس. والناس يا شباب بتيجي بتقوم جايبه البورد بتاعها وتيجي تقوم نازله هنا الميه، تنتعش بقى تمارس الرياضه الجميله دي قدام الناس كلها. الناس كلها واقفه عماله تتفرج وبتصور اجواء عالميه. انزلوا بقى يا باشا من فوق من هنا، يقوم الطيار ده واخدهم راميهم قدام، يقوموا طالعين تاني جايين من هنا نفس المكان، يقوموا ناطين من هناك. عايز اقول لكم يا شباب ان الطيار قوي جدا، اقوى من انت ما تتخيل بكتير. يعني انت لو تشوف اللي بينزل هنا بيقوم طاير الميه بتقوم واخداه رمياه بعيد خالص. هروح اقرب من هناك هجيب لكم لقطات احسن من دي شويه، لقطات احترافيه عن كده، واخليكم تشوفوا الناس وهي بتنط. اللي بيقع هنا يا شباب بتقوم الميه واخداه مطلعاه على طول على بره. شايفين الناس ورايا قد ايه؟ كل الناس دي واقفه بتتفرج على النشاط ده. شايفين الناس قد ايه واقفه بيتفرجوا على النشاط اللي احنا كنا بنصوره من تحت.
هاخدكم دلوقتي ونروح نكمل جولتنا في ميونخ الجميله ونشوف يا ترى هنشوف ايه تاني. المكان اللي موجود ورايا ده اللي بيتقال عليه بيت الفن، للناس محبين الفن واللي مهتمه بالفن يجوا المكان ده، موجود هنا في ميونخ وهسيب لكم الاسم بتاعه دلوقتي. لو حد مهتم بالفن والحاجات دي هيجي هنا هيلاقي البيت ده يخش جوه ياخد جوله. انا مش مهتم بالحاجات دي فهنكمل جولتنا اوريكم هنشوف ايه تاني هناك. يلا بينا. طول ما انت ماشي بقى هتنبهر بمنظر المباني، تحس انها مباني اثريه وهي ما الا مجرد مباني عاديه ومباني سكنيه وبيوت الناس عايشه فيها. ميونخ ليها طابع جميل ومميز عن باقي مدن المانيا. شايفين البرج اللي هناك ده اللي فيه ساعه فوق في النص ده؟ اتفضل يا باشا، دقه الالمان. حاطين لك اشاره جوه الجراج، المفروض بقى ادوس هنا علشان وانا خارج تنور للناس اللي جايه اللي انا خارج كده. المفروض ان انا ابدا امشي، وعاملين كمان مسار مخصص للناس اللي ماشيه على رجليها عشان العربيات تمشي من هنا واحنا نطلع من هنا. هنا مكتوب المخرج للناس اللي ماشيه على رجليها من هنا. ما ينفعش بقى الناس تيجي تخرج من الجراج من الحته دي وتطلع الشارع على طول يقول عادي دي حته صغيره، لازم يجي يخش من هنا ويطلع عادي زي الناس من على السلم. تخرج تلاقي المدينه في وشك على طول كده. المكان اللي انا موجود فيه ده حاليا اسمه المارين بلاتس، من اجمل واشهر الاماكن اللي موجوده هنا في ميونخ. في معالم اثريه ومتاحف واماكن جميله كتيره جدا. هاخدكم دلوقتي وهنخش جوه نتفرج هنشوف ايه بالظبط. المحل اللي ورايا ده بيبيع الزي الرسمي للالمان البافاريين، تعالوا افرجكم عليه ونشوف الزي الرسمي كان شكله بيبقى عامل ازاي زمان. مكتوب هنا هو ده الزي سنه 1825، ده كان الزي التقليدي بالنسبه له. وده زي اطفالي، ده البناتي كان ده بيبقى شكله، وسعره عامل 92 يورو بالنسبه للزي الاطفال اللي هو الصغير ده. داخلين دلوقتي احنا على الميدان او مركز المدينه نفسه في المارين بلاتس. دلوقتي انا داخل على قلب المارين، اصور لكم الميدان من جوه من النص بيكون شكله عامل ازاي. طبعا في احتفالات وفي اغاني زي ما انتم سامعين شغاله، ما اعرفش الاحتفالات عباره عن ايه بالظبط، بس هخش دلوقتي اكتشف ونكتشف سوا الموضوع. الساعه دلوقتي 8 بالليل، بس لسه مش بالليل قوي، الصبح لسه طالع والشمس لسه طالعه. من اشهر محلات الايس كريم اللي موجوده هنا في ميونخ المحل اللي ورايا ده. شايفين الطابور اللي ورايا ده لحد نص الميدان هنا واقفين بس علشان يطلبوا ايس كريم. شايفين يا شباب الطابور قد ايه؟ كل الناس دي واقفه بس علشان تخش تاكل هنا. انا الصراحه كان نفسي اجيب حاجه بس بعد الطابور ده انا مش هقف الصراحه، فهمشي واروح اكمل لكم بقيه الفيديو. شايفين يا شباب مدخل الميدان عامل ازاي؟ بتخش من هنا كده تفضل مكمل وهنخش نشوف ورا هنا في ايه بالظبط. المطعم ده نازل لتحت كده، المطعم اللي نازل تحت الارض ده اللي احنا نزلنا له من الباب اللي فوق ده المدخل بتاعه نازل تحت الارض. تخش جوه مكان خيالي، لو حد حابب يجربه هتبقى تجربه جميله وتعجبكم كلكم جدا. ومكمل طريقي جوه الميدان وفي حفله شغاله وفي اغاني وفي هياص جميل جدا شغال، تعالوا نتفرج عليه. تعالوا بقى نخش جوه هنا ونشوف يا ترى هيقابلنا ايه جوه. على فكرة يا شباب ميونخ ليها أجواء الصبح وليها أجواء تانية مختلفة بالليل، يعني هتلاقوا الأجواء الليلية زي المنظر اللي انتوا شايفينه ورايا ده كده، الأضواء والأنوار والتحف والحاجات دي كلها بتبقى واخدة شكل أثري شوية، إنما الصبح بتبقى واخدة شكل الطبيعة والجمال وفخامة المباني أكتر. وعموما إحنا هنصورها إن شاء الله في الحالتين. بعد ما دخلنا من الباب اللي بره دخلنا في الممر، لقيت المكان ده اول لما بتخش جوه بتلاقي المكان الجميل اللي وراك ده. بص المكان منظره عامل ازاي، متحوط كده من جميع الاتجاهات، مقفول. وفي نص المكان بقى موجود الكافيه اللي في النص ده، تقدر تقعد جوه هنا تطلب مشروبك وتستمتع بالاجواء والمنظر الجميل اللي وراك ده. مباني شكلها عريق وكمان الناس قاعده في النص. هاخدكم دلوقتي وهنخش المدينه نشوف يا ترى هنشوف ايه تاني. شايفين بقى يا شباب الزي اللي هناك ده؟ هو ده الزي الرسمي للفتاه البافاريه هنا في المانيا زمان. ده بيكون شكله، تعالوا نشوف سعره بيكون عامل كام. كل الاسعار والتفاصيل مكتوبه عليها وكل حاجه موجوده في الزي ده بيبقى ليها سعر لوحدها. شايفين المبنى العملاق الكبير اللي ورايا ده؟ هو انت لما تشوف المبنى ده كله، استنى افرجك عليه الاول واوريك مساحته قد ايه. شايفين مساحته قد ايه؟ كل المكان اللي انا بتحرك فيه ده، المبنى اللي
ورايا ده بقى كده لما انت تشوفه ممكن تقول مثلا دي كاتدرائيه، دي كنيسه اثريه، بس انا مش عايزك تتصدم لما اقول لك ان المبنى ده عباره عن مبنى حكومي. هنا في الميدان في مبنيين للبلديه، المبنى القديم والمبنى الجديد. المبنى اللي ورايا ده مبنى البلديه الجديد، في واحد زيه تاني نفس الشكل ونفس العظمه برضه اسمه المبنى القديم، موجود برضه هنا قريب من ده. انت متخيل لما تبقى موظف مثلا وبتيجي هنا كل يوم مكتبك في المكان ده، بتشتغل في مكان زي كده؟ انا لو شغال في مكان زي كده انا هعيش في المكتب عادي. في كل مكان بقى طول ما احنا ماشيين هنلاقي مباني اثريه عملاقه زي المباني دي كده. ميونخ كمان مدينه اقتصاديه قويه جدا وفيها كم فلوس مهول، ونسبه الاغنياء اللي موجوده هنا في ميونخ يعتبر من اعلى نسبه الاغنياء اللي موجوده في المانيا كلها. كل حاجه بقى مميزه في المدينه، يعني حتى الرافعه اللي فوق دي هتلاقيهم عاملين لها اضاءات ازرق وابيض واحمر وبتاع. نضيفه جدا ميونخ وراقيه. في ناس كتيره بقى هنا مستواها عالي جدا. طول ما انت ماشي بقى هيفضل يقابلك في براندات عالميه. الشتراسنبان واخد الناس وبيدخلهم جوه المدينه ازاي؟ اللي جوه ده محمل ناس هيدخلهم وسط المدينه ويرجع تاني. شايفين يا شباب جمال الميدان ده؟ حاطين هنا الساعه دي شكلها جميل جدا على الزاويه هنا، وهناك هنا في الميدان. تعالوا نروح هناك نشوف المكان ده من قريب. موجود في نفس الميدان هنا القعدات دي، القعده دي ممتده لحد اخر المبنى هناك. اي شخص يقدر يجي يقعد هنا بكل بساطه، يقعد هنا في المكان ده بشكل مجاني ويستمتع بالمنظر ده. انا دلوقتي قاعد في المكان اللي انا وريته لكم وشايف المنظر اللي انا لسه موريه لكم من شويه. اللي انا عايز اقوله لك من ده ان انت في ميونخ هنا سواء معاك فلوس مش معاك فلوس، عامل بادجت او من غير بادجت اصلا، ممكن تيجي وتقضي يوم جميل جدا وهتتبسط وهتعمل كل حاجه، لان موجود قعدات مجانيه ونشاطات مجانيه في كل مكان تقدر تستغلهم وتستفاد بيهم. وبرده لو عايز تعمل برنامج بفلوس فقدامك فرص كتير جدا انك تشترك في نشاطات مدفوعه. الله، ده برضو مكان من الاماكن اللي مشهوره جدا هنا في ميونخ. ده ميدان ثالث غير الثلاث ميادين اللي احنا شفناهم، ومطعم من اشهر المطاعم اللي موجوده هنا. بالاضافه كمان ان في مدخل زي المدخل اللي احنا شفناه من شويه، تقدر برضو تخش جوه هتلاقي مناظر اثريه جميله هتبسطك وهتستمتع بيها. دي ساحه ثانيه من الساحات اللي موجوده هنا برضو في ميونخ. في قعدات موجوده هنا تقدر تيجي تقعد في المكان ده وتشوف المنظر الجميل ده، تبقى مستمتع بيه. المكان من هنا بيبقى اهدى من الاماكن اللي بره شويه. تقدر برضو تيجي الساحه دي، موجود هنا في مطعم تقدر تقعد تاكل وتطلب مشروبك اللي انت عايزه، وتبقى قاعد برضو في الساحه دي بتستمتع بالمناظر دي. المميز في الساحه دي ان الجو فيها والاجواء اهدى من الاجواء اللي بره، يعني هتلاقي الدوشه اقل شويه والنشاطات والفعاليات اللي موجوده حواليها اهدى واقل شويه. زي ما هو باين ورايا كده اهو، زي ما انتم ما شايفين مفيش حد خالص موجود. الناس قاعده هنا في المطعم طالبه اكلها، قاعده في كل هدوء ونزاهه وشياكه، وقدامهم هنا الساحه الكبيره الفاضيه دي بيستمتعوا بالهدوء وبالمنظر في نفس الوقت. فانت لو حابب الهدوء هتلاقي اماكن فيها هدوء، لو حابب النشاط والفعاليات هتلاقي اماكن برضو فيها الكلام ده.